السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم من تاني ومعاكم أحمد عبد المحسن. هرجع تاني أقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة برضو شهر رمضان الكريم، وربنا يا رب يجعله شهر كريم علينا كلنا ويبقى شهر غفران ورحمة لينا كلنا يا رب، اللهم آمين. النهارده تاني حلقة لينا في كورس تعليم الأوتوماتيك، واللي ما شافش الحلقة اللي فاتت مهم جدا ان هو يرجع يشوفها عشان الحلقة دي مجرد ان هي تكملة للي فات. جينا النهارده نتكلم على حاجة مهمة جدا في العربيات الأوتوماتيك، وهي الغيارات بتاعة العربية، او زي ما بيسموها عصاية الفتيس او عصاية الغيارات او الجير بوكس، او شوف انت بتقولها ازاي وقولها زي ما انت عايز. انا بالنسبة لي مهم ان انت تبقى بتعرف تعملها مش بتعرف تقولها. هنيجي نتكلم النهاردة عنها ونعرف كل غيار بيبقى ايه وظيفته وبيجيبه ازاي، واقدر ان انا استخدمه ازاي بالظبط، بحيث ان انا زي ما اتفقنا في اخر الكورس اقدر ان انا اسوق العربيه بتاعتي لوحدي وما احتاجش ان حتى اي حد يبقى قاعد جنبي في العربيه. لما نيجي نتكلم عن الغيارات بتاعت العربيه بنتكلم دايما عن غيارات العربيه الاوتوماتيك ان فيها بيبقى 4 حروف اساسيين، دول لازم يبقوا موجودين في معظم العربيات اللي بتنزل لنا. اول حرف عندنا بيبقى هو حرف البي. البي او الباركنج او الجراج. يعني انا دلوقتي لو عايز اوقف العربيه او اثبت العربيه في اي مكان انا عايز ابقى واقف فيه، فبقف في مكان او بركن في المكان ده، وبعد ما بركن فيه ببتدي ان انا احط العربيه بتاعتي على بي. يبقى ده كده اول حرف عندنا. تاني حرف عندنا في العربيه وهو الار. الار اللي هو الريفرس او الرجوع بالظهر او المارش دير زي ما بنسميه، وهو ان انا لو عايز ارجع بالعربيه او اركن العربيه في اي مكان هستخدم فيه الريفيرس او هستخدم فيه الرجوع بالظهر، فهنا لازم اجيب الار. يبقى اول حاجه عندي البي هو اللي ببتدي ان انا اركن العربيه عليه. تاني زرار عندي اللي تحتيه بيبقى الار او الريفيرس او الرجوع بالظهر. تالت حاجه عندي الان. الان عندنا في العربيات وهو اختصار لنورمال او نيوترال، اللي هو ايه؟ اللي هو حاجه بالظبط زيها زي بي، بس مع اختلاف صغير خالص، ان بي عندي هنا في العربيات الاوتوماتيك بيبقى وقوف نهائي، بنسميه بلغه السواقين كده، يقول لك البي ده وقوف نهائي. لكن الان ده وقوف مؤقت. يعني ايه؟ يعني انا ركنت مثلا صف تاني في اي جراج، فدايما تلاقي بتاع الجراج يقول لك حط لي العربيه على الان وما تشدش الهاند بريك. ليه يا عم؟ يقول لك عشان اقدر ازقها قدام ازقها ورا احرك العربيه. لكن انت لو حطيت العربيه على البي انا هنا مش هقدر ازقها خالص. فده بيكون الفرق بين الان وبين البي، ان الان ممكن العربيه لو واقفه على مطلع او على منزل ممكن تتزحلق عليه، لكن البي العربيه مش هتتزحلق خالص، العربيه تفضل مكلبشه او واقفه في المكان بتاعها. رابع حاجه عندنا وهي الدي او الدرايفنج مود. الدرايفنج مود هنا اللي انا بمشي عليه لقدام، انا ببتدي برضو اجيب الغيار بتاعي اللي هو الدي، وبمجرد ما بسيب رجلي من على الفرامل بلاقي ان العربيه بتبتدي ان هي تتحرك لوحدها. وطبعا زي ما اتفقنا او زي ما كنا عرفنا المره اللي فاتت ان انا كل ما بدوس بنزين كل ما العربيه بتبتدي ان هي تجري اكتر، والسرعه مش محدوده عندي طول ما العربيه عدي. يبقى انا هنا عندي البي الباركنج، الار الريفيرس، الان برضو باركنج او وقوف برضو زيه زي البي بس مع الاختلاف اللي قلنا عليه دلوقتي، ودي الدرايفنج مود او اللي بيمشي العربيه لقدام. الاربعه دول لازم دايما تلاقيهم في معظم العربيات اللي انت هتركبها، واستخدامهم زي ما اتفقنا ما بيختلفش خالص من عربيه لعربيه. معلومه فنيه زي ما اتفقنا ان احنا بنعرف الحاجه وبنعرف الفنيات بتاعتها برضو، عشان انا زي ما اتفقنا في الاخر اقدر ان انا اسوق عربيتي لوحدي خالص وما يبقاش عندي مشكله فيها. اهم معلومه فنيه وانت بتجيب الغيارات ان في عربيات بتبقى قافله على الغيارات خالص لغايه ما انت تدوس على الفرامل، يعني ما بيسمحلكش ان انت تنقل من غيار لغيار غير لما تبقى دايس على الفرامل، بيبقى عامل حاجه زي لوك كده، مجرد ما انت بتدوس على الفرامل اللوك بيتفك وتقدر ان انت تحرك العربيه من على البي للار او للان او للدي زي ما انت عايز خالص. بس العصايه مش هتتحرك معاك غير لما تبقى دايس على الفرامل بشكل كويس. حاجه تانية بقى بتبقى موجوده في العربيات ودي بتبقى اوبشن، فمش موجوده في كل العربيات اللي بتنزل، بس لو موجوده في عربيتك فمهم تبقى عارف استخدامها ازاي، وهي ان يبقى فيه جنب الفتيس بتاعك او جنب عصايه الغيارات ماينس وبلس. الماينس والبلس هنا ده بيبقى المانوال بتاع العربيه، يعني العربيه ديت مش بنسميها عربيه اوتوماتيك، لا بنسمي الفتيس ده فتيس ستيبترونيك، اللي هو بيبقى مزيج ما بين مانوال وما بين اوتوماتيك. يعني في الاوبشن ان انت تشغل العربيه اوتوماتيك وان انت تشغلها مانوال زي ما انت عايز، بس طبعا حتى المانوال بتاعها مانوال لذيذ كده من غير دبرياج. انا دلوقتي عايز اجرب المانوال بتاع العربيه، يبقى انا بزق العصايه بعد ما بجيبها على الدي بزقها ناحيه الماينس والبلس، وكده العربيه بقت شغاله معايا المانوال بتاعها. بمجرد ما ببتدي ان انا امشي بالعربيه وادوس بنزين في الشاشه بيتغير عندي، بدل ما كان الدي بيبقى واحد، وبمجرد ما بمشي وادوس على البنزين تبتدي سرعه العربيه تزيد بس لغايه 20 بس، عشان ده يعتبر الغيار الاول
زي العربيات المانوال. ببتدي ان انا ازق العصايه لقدام كده، فتبتدي ان هي تنقل لي على الغيار التاني يوصلني لغايه 40، ازق لقدام تاني يوصلني للتالت لغايه 60، نفس الكلام ازق تاني لقدام يجيب لي الرابع لغايه 80، ازق تاني يجيب لي الخامس، وهكذا. العربيه اللي احنا راكبينها دي 6 غيار، فمعايا لغايه السادس طول ما انا ماشي بالعربيه. حبيت ان انا اقلل سرعات، فابتدي ارجعها ناحيه الماينس. كل ما برجع كل ما بتبتدي ان السرعات بتاعتي او الغيارات بتاعتي بتقل، لغايه ما اوصل للسرعه اللي انا محتاجها او السرعه اللي انا ماشي بيها او السرعه المناسبه للطريق اللي انا ماشي فيه. يبقى احنا بالشكل ده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، واللي عرفنا فيها ازاي انقل الغيارات بتاعتنا او ازاي ان انا اتحكم فيها بشكل كويس، او ايه وظيفتها، او امتى اجيبها، او ليه اجيبها. وفي الحلقه الجايه ان شاء الله هنعرف تكمله سواقه العربيات الاوتوماتيك برضو، بحيث ان احنا زي ما اتفقنا في الاخر نبقى جامدين جدا، وميبقاش فارق معانا حاجه جدا، ونبقى احسن كمان من الناس اللي بتسوق في الشارع، ونبقى عارفين معلومات هم اصلا ما يعرفوهاش. فمهم جدا ان انتوا تتابعونا، واللي مش عامل اشتراك يبتدي ان هو يعمل اشتراك، واللي مش فاهم حاجه في الحاجات اللي احنا شرحناها النهارده يبتدي ان هو يبعت لي في الكومنتات وانا هرد عليه.